السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الإخوان المقاولين والمقاولات، الناس اللي مترشحين للتمويل لدعم ديال فرصة. الفيديو ديال اليوم اسمحوا لي غادي يكون طويل واحد شوية، لأن بزاف بزاف ديال المشاكل، بزاف ورقة ديال المشاكل تبارك الله، ورقة هادو المشاكل غير من الاثنين، يعني من الحد الاثنين الناس اللي تقصاو داكشي. المشكل الأول اللي غادي نهضر عليه باش ما نطولش في الفيديو، المشكل الأول هو المشكل ديال التسجيل في المقاول الذاتي. كيكون عنده المشكل في العنوان. أكثرية دابا الناس اللي عندهم المشاكل في العنوان، أكثرية، ولا كتلقى الصيغة القانونية اللي دار ما كتناسبش مع أنه يخدم بها بالدار ولا شي حاجة. يعني كيفاش شنو هو كيفاش العنوان. دابا الناس ديال الضريبة راه كيركزوا على العنوان يكون مفصل، ماشي غادي دير لهم جماعة تيغزا إقليم سيدي يفني مثلا، كدير لهم الحي، على الأقل ما كاينش رقم الدار، كدير لهم الحي بحال دابا حي المحلة، مركز جماعة تيغزا، هادو بالناس اللي عندهم الفيلاج، غير الفيلاج، كدير درب المحلة ولا درب عمار ولا حي المحلة، مركز جماعة تيغزا، إقليم سيدي قيادة جماعة وقيادة تيغزا، إقليم سيدي إيفني، عمالة سيدي إيفني، جهة قلميم وادم. كدير العنوان مفصل، ماشي دير لهم كما قلت لك ولا بحال هذاك اللي كيدير لهم بحال دابا كيدير لهم سميتو جماعة تيغزا سيدي إيفني، وراه جماعة تيغزا سيدي إيفني راه فيها ما عرفت كاع شحال من جماعة فيها، ما عرفت كاع شحال مدور فيها. هذا هو الخطأ اللي كدير. ولكن هذا الخطأ فين كيوصلكم؟ هذا الخطأ كيوصلكم أنكم ملي كتمشيو للبوسطة، دابا كتمشي كتقاد مقاول ذاتي عند شي واحد اللي ماشي اكسبير، شي واحد ما كيعرف غير يكتب وكي هاك سير، ما كيعرفش، هو ما كيديرش الحساب بانك انت الدوسي يقدر يرجع ليك في سميتو في البوسطة، ويقدر يرجع ليك في سميتو، يقدر يرجع ليك في عند صاحب الضريبه. كيكتب لك العنوان، اصلا هو ما عارفش بان داك العنوان عليه العمده. كتمشي للبوسطة، هاد الاولى الحاجه الاولى كديروها وكتضيعوا فيها الوقت. كتمشي للبوسطة، انت هاز هذوك الوراق، كتسنى، كتلقى عندك 300 واحد قدامك. هادشي في البوسطة 300 واحد، يعني خصك تسناهم كاملين. يقدر تسنى 4 سوايع، يقدر تسنى 5 سوايع، ولكن ماشي مشكل انك في داك الشيء اللي تسنيتي. المشكل هو انك انت ملي كتمشي باش تحط الدوسي عند السيد اللي غادي يحل لك المقاول الذاتي، كيقول لك اودي بلاتي راه عندك واحد الخطا هنايا، سير صحو. اش كيوقع لك ديك الساعه؟ انت 4 سوايع، انت 5 سوايع ولا 6 سوايع انت كتسنى، كيفاش غادي تحس ان هذاك السيد ما دارش خدمته وكتخلصوا؟ خلصتيه، كاين اللي خلصتيه، كاين اللي ما، ولكن اكثر الناس كيتخلصوا في داك الشيء، حنا كنتخلصوا فيه. ولكن انا باش نقاد لك الدوسي ديالك راه كنقادو لك وكنقول لك اودي العنوان اكزاكت، وكنقول لك بان اسباب راه ما يمكنش انت مثلا غادي دير واحد البروجي ديال لا ميكانيك، تقول لهم راه غادي نخدم دوميسيل في الدار، راه ما تقبلاش هذه العقل. مازال الناس كيديروا الخياطه وكيديروا الطبخ وداك الشيء والحلويات وداك الشيء يقدر يخدم في الدار. ولكن انت باش تقول لهم انا صاحب ديال الضريبه دابا فاش كيفوت الدوسي من عند البوسطه وكيصيفطو كيعطيوك هذاك الطروسي، ولكن انت راه كتسنى شهاده التسجيل الا ما غاديش يعطيوها لك الا ما كانش العنوان مطابق، ما يمكنش. واش فهمتي؟ من يمكن انتم الدوسي كتدفعوه كتدفعوا البوسطه كتدفعوا الضريبه كتلقى بان العنوان ماشي هو هذاك. شحال فوت عندهم هذاك الدوسي الضريبه؟ فوت عندهم 7 ايام، زيد عليها داك التعطيل اللي تعطلتي انت في البوسطه، هذاك النهار فاش مشيت للبوسطه ما قضيتش فيها غرض، يعني راه غادي هذاك النهار مشى، خصك واحد النهار اخر، ولا تلاقيتي مع السبت الحد راه كتخرج في 10 ايام ديال الروطار انت اللي درتيها لراسك. حيت النهار الاول فاش بديت تسجل في المقاول الذاتي ما عرفتيش فين تمشي، بغيتي غير تعمر هذوك الوراق وتدفعهم، وانت ما عارفش راسك بانك راك ضيعتي الوقت. كتلقى راسك ضيعتي 10 ايام، 10 ايام ديال الوقت.
وكتجي كتقول لهم لا راه، وملي كيعيطوا لك هما باش يقولوا لك راه بقات لك 24 ساعه ولا سميتو، كتقول لهم انتم زربتوا عليا، وكيقول لك ما زربنا لك، هادشي راه عطيناه لك اسيدي، حنا قلنا لك من الدرس، من شهاده الدرس، الشهاده 10 عطيناك شهر، راه شهر كافي انك تقاد هاد الوثائق. هذا هو المشكل اللي كطيحوا فيه، كتضيعوا الوقت غير هكاك. الناس بغيتي تقاد شي حاجه سير عند الناس اللي كيفهموا في هاد الحاجه هادي، اللي كيفهموا فيها، ماشي انت بغيتي غير المقاول ديالتي، انت ما عارف بانه كاين داكشي فيه المشاكل، اللي رجع لك الدوسي وتعطل وفرصه ما يعقلوش عليك. هادشي قلتها وعاودتها. هذا الاول. كما قلت لكم عاوتاني، انت باغي دير نجاره الالومنيوم ولا غادي دير قهوه، راه بالنسبه للمقهى المقاول ديالتي ما خدامش ليها، لان القهوه عندك على الاقل عندك سيرفور وبارمان، يعني غتخدم معاك جوج الناس، يعني خصك دير شركه، هذه مفروغ منها. لا بزاف غادي نهضروا على داكشي. عندك المشكل ديال الدوفيات، المشكل ديال الدوفي، الدوفي راه كيكون فيه سميت الشركه واللوغو ديال الشركه وسميتك انت، بحال هذا راه دوفي. ها حتى اللوغو ديال الشركه اللي غتقاد ليا الدوفي، هنا السميت ديال كتكون فيه سميتي ولا سميت الشركه اللي غندير، هنا الرقم ديال الدوفي، هنا داكشي اللي طالب، وهنا راه حاسبين لك تيفيا ولورتاكس وتي تي سي والكاشي. هادو هما الدوفيات. هاد الناس اللي كيسولوني بزاف على الدوفيات، هادو هما الدوفيات. هذا هو الدوفي، ماشي هذوك الناس اللي كيمشيو كيخدموا في البيسي، كيخدم الدوفي في البيسي كيقول لك غادي غنقدو في الورد وغنديه لواحد شي واحد يكاشيه عليا، هذاك راه ماشي دوفي. الدوفيات هما هادو. انا وريت لكم دابا اشكال ديال الدوفيات. هادو راه دوفي، هذا راه دوفي فيه الشركه اللي كنطلب منهم، وفيه العنوان ديالي ولا ديالهم، وفيه المعلومات ديالو، وفيه داكشي اللي طالبين، ومحسوبه التيفيه راه محسوب، كتعطيك التوتال تي سي. المهم الدوفيات راه كلشي الدوفي خصك تكون فيه التيفيه. التيفيه كتكون التيفيه ولورتاكس، توتال اورتاكس وتوتال تي سي. هادو هما اللي دوفي. الناس اللي كيسول على دوفي، شي واحد يقول لك لا غنمشي للمكتب، راه قال لي واحد خرجوا الكاشي ليك، هذاك ما خدامش، خص اللوغو. ثالث حاجه وهو ان الناس اللي سميتو كتقول ليه اودي انا راه غادي نقاد لك الدوسي ديالك نتكلف به، يقدر هو دوز الدروس، يقدر يعني دوز المكان عن بعد، يلاه وصل، يلاه صيفطوا ليه الوثائق وداكشي، صيفطوا ليه الوثائق باش يعمرهم. فاش كيمشي دراسه الجدوى كيلقاها صعيبه، كيمشي داكشي ديال تصريح بالشرف، كيلقى خصو يكون عنده لوطو برونور، خصو يكون عنده الرقم ديال المقاول الذاتي لا يرسي له هذه. ولكن انا فاش كنقول لك اودي راه داكشي كنقادو ب 1000 درهم ولا ب 1500 درهم ولا 2000 درهم، انت كتقول لي اودي داكشي بزاف. كاين شي واحد اللي غيقادو لك فابور، سير عند الكونطابل، بغيت تقاد شركه ولا شي حاجه عند الكونطابل، راه 3000 درهم اقل حاجه يطلبها لك الكونطابل في الشركه، سواء كان شركه ذاتيه ولا شركه ذات مسؤوليه محدوده، ما يهبطش لك على 3000 درهم. دابا السيد هضر معايا طلب لي 5000 درهم، انا قلت لك غير 1500 درهم، و 1500 درهم ولا 2000 درهم راه من الدروس مواكبه عن بعد، زيد عليها المواكبه الحضوريه، داكشي اللي غيطلبوا لك في المواكبه الحضوريه، زيد عليها جمع الوثائق، كل الوثائق كلهم، زيد عليهم دراسه الجدوى. راه دراسه الجدوى الاخيره اللي كتدفع للتمويل اللي خاص يدخلوا فيها لي دوفي، راه نجيبها لك انا، راه اكودي ديال الاوراق، وكتجي انت كتقول لي. وثانيا راه انت صاحبي عندك منحه ديال 10000 درهم، راه هاد المنحه تعطات لك على هادشي باش تخلصوا، ماشي ديرها في جيبك ولا، راه عطاتك على هادشي. الناس غيديروا كريديات خصهم يردوا الكريديات. بالنسبه عندك مشكل السجل التجاري، الناس اللي كيمشيو عند شي واحد كتقول ليه اودي باغي نكري من عندك، يعني باغي نكري عندك هذا المحل، بغيت دير لي عقد كراء ولا وعد بالكراء ولا التزام ديال انك غتكري ليا. فاش كيجي تقول لها اودي راه انا فرصه لا طلبوا لي شركه ما فيها والو. علاش الناس اللي عندهم المحلات كيكرون كيجي عنده بنادم كيقول لها باغي ندير روجستكم، اش كيهرب منه؟ علاه؟
اختي اللي يخلصك، اختي هذاك المحل يديه ليك. يعني انت هذاك الناس بحال دابا انا عندي محل جا عندي السيد قال لك بغا يكري، نقول له لا ما غاديش نكري لك، انت باغي دير ريجستر كوميرس، واخويا راه خدمته هذيك يدير عليها ريجستر كوميرس. ماشي انت غتجي انت عندك واحد الفكره ان هذاك المحل خصك تدخل منه الفلوس، وخصك ما كرهتيش انت تسدو ودخل لك الفلوس، ما كرهتيش تسد هذاك البيبان وبقى يدخل لك الفلوس. راه منطقيا ما كتقبلش انت باغي تكري واحد السيد يدير شركه ولا يدير اللي يعجبو، يدير ريجستر كوميرس ولا يدير لصار، يدير اللي يعجبو، اللي يعجبو يديرو. انت كتسال كراك تخلصو، الضريبه ديالك تخلصها، كلشي تخلص، هادشي اللي كتسال. يدير هو شركه ولا ما يديرش شركه ولا يدير غير مقاول ذاتي، هذه كتعلق به هو. انت كتسمع كتعرف الضريبه شحال غادي توصل في هذيك الشركه اللي غتخلص عليها انت، حتى هو راه يخلص الضرائب، ماشي ما غاديش يخلصهم. هنا الناس تساعدوا مع الناس، تساعدوا مع الناس اللي دافعين الفرصه. راه كتخليو المسائل غير في هذيك الهضره اللي كيسمعوكم بالناس. لا ما تكريش اللي غيدير لك المحل هذه هذاك الكونترا كتجي بان المحل غتبقى سميتو، غتبقى تخلص السيد من هنا. فاش غتزيد ليه هذيك النسبه ديال سميتو ديال النسبه اللي كتكون كتزيد في المية، راه كتزيدها. المهم هذا غير واحد شويه من المشاكل اللي كاينين. ملي كتوصلوا مرحله ديال التمويل، راه الوثائق كلها كتكون اوريجينال، كلها الوثائق كلها كتكون اوريجينال، لا ليدوفي لا دراسه الجدوى لا فوتوكوبي لا كارت. داكشي اللي سيفتيو نص سكان راه ملي كتوصل التمويل كتجمعوه في ملف في اوراق، كيتجمع في اوراق، كتسمى فكره المشروع في الاول، عاد كتسمى حامل المشروع، عاد عندك واحد ليطاب اخرى مع التمويل هي فاش كدير المشروع على ارض الواقع. هادو هما لي زيتاب ديال سميتو ديال البرامج تاعك. كتكون عندك فكره مشروع، من بعد كتطور هذيك الفكره تولي حامل مشروع بالاوراق. هادشي ديال الدوفيات والصيغه القانونيه راه اوراق كتجمعوا. اشنو خاصك المشروع يخرج لارض الواقع. فين كيخرج؟ كتمشي عند الناس ديال التمويل، هما اللي كيقادوا معاك المسائل ديالك باش دير باش قانونيا داكشي يتقاد. ماشي حنا غادي نبغيو نحيدوا من القطاع الغير مهيكل للقطاع المهيكل وغادي نلقاو عن توخر وقعات. راه حنا الناس بغاو يحيدوك من القطاع الغير مهيكل للقطاع المهيكل. بالنسبه عاوتاني الناس اللي كيقادوا التصاريح الشرف عند كاتب عمومي، راه ملي كتمشي عند كاتب عمومي كتقول ليه راه خصني تصريح الشرف، خصني هذه راه خصك تعطيه الليان، تعطيه الليان هذاك اللي كيجيك. انا دابا الناس لان النماذج راه ماشي كلشي بحال هادشي قلتو في واحد الفيديو اخر، النماذج راه ماشي بحال ردوا البال لهذه. المشروع اللي غيدير مشروع الحضانه والروض، الناس اللي غيديروا مشروع ديال الحضانه والروض راه كاين الترخيص. اصعب حاجه هي الترخيص. نصيحه مني الا لقيتي كيفاش تبدل هذا البروجي بدلو، ما لقيتيش سير في اطار جمعيه، الجمعيه ما كيستافدوش من الدعم. هذه النقطه راه مهمه. مشروع الحضانه والروض فيها عقبه الترخيص، اللهم دير جمعيه. ايوا تقريبا راه هادشي غير شويه من المشاكل ديال الناس اللي هضروا معايا البارح والبارح. المهم الا كان شي جديد راه ما يمكنش نعطي كلشي، الا كان شي جديد راه غادي سميتو غادي نعاود ندير واحد الفيديو اخر. اللي باقي عنده شي سؤال واللي شاف انني ما شرتش المشكل ديالو، لان تقريبا اهم المشاكل دابا اللي غير هادشي غير اللي جاني البارح والبارح، اللي باقي عنده شي مشكل ولا شي حاجه يتصل بيا بالنمره ديالي 06 70 70 70 31 06 73 31 ولا 06 05 42 71 26. كلهم فيهم الواتساب، كلهم فيهم مكالمات. حاولوا كاع الناس تحاولوا تواصلوا معايا ديريكت، مكالمات في الواتساب ولا مكالمه عاديه. وان شاء الله راه دخلوا مع يعني اللي شاف الفيديو ومشارك فرصه ديروا ابوني فلاشي، كتبوا سمياتكم في التعاليق. راه ديما كنركز لكم على هذه القضيه هذه. الله يرحم لك الوالدين، كتبوا تعاليق في اليوتيوب، كتبوا سميتكم، واخا يكون غير اسم واحد، اسم المشروع والمدينه ديالكم، باش ملي كندير انا الفرز كيسهل عليا الفرز. والله يسخر الجميع. وما تخافوش راه كلشي ان شاء الله غادي يتكاد ان شاء الله.